ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض كريمة الطبخ. طبعا كريمة الطبخ بتكون مش متوفرة لناس كتير، او بتكون كمان سعرها عالي قوي، فالنهاردة هنعملها بتكلفة قليلة كده وعلى قد الايد. واهم حاجة ان هي هتديكي نفس الطعم الغني بتاع الكريمة اللي بنجيبها من بره، وهتكون حلوة جدا ومش هتفرق عنها بأي حاجة. وطبعا الكريمة دي هتكون استخدامها للوصفات الحادقة بس، مش هتنفع مع الوصفات الحلوة خالص. ويلا بقى مش هطول عليكم اكتر من كده، هنبدأ على طول في الطريقة. اول حاجة حلة على النار، وهبدأ احط فيها معلقتين كبار من الزبدة. تقدري تزودي زبدة اكتر من كده، لان هو ده اللي هيعوضنا الدسامة بتاعة الكريمة. بعد كده هبدأ انزل تقريبا بمعلقة ونص من الدقيق. طبعا اللي هيظبط معايا قوام الكريمة هو انه يكون الدقيق اقل من الزبدة. الزبدة تكون هي اكتر، لان هي دي اللي هتديني الدسامة والطعم بتاع الكريمة. والدقيق بحط منه بمعدل بس اللي هيخليهولي قوامه متماسك شوية. اهم حاجة مجرد الزبدة تسيح والدقيق يتقلب معاها تقلبتين، نبدأ على طول ننزل باللبن. مش لازم نستنى ان هي يتحمصوا زي ما بنعمل مع البشاميل، لان الوضع مختلف، احنا عشان تحافظ على لونها الفاتح. الا بقى لو انتي حابة تعمليها كريمة لايت، فممكن فعلا وقتها تستبدليها باللبن يكون مش دسم. بس لو عايزة تعمليها بالظبط زي اللي بنجيبها من بره، فهي الطريقة دي كده هتطلعهولك بنفس القوام وبنفس النكهة وبنفس كل حاجة. اهم حاجة هنفضل نقلب فيها دايما باستمرار، بحيث ان احنا مش عايزينها تكلكع مني خالص، بحيث ان هي قوامها كده يكون ناعم زي الكريمة بالظبط، لحد ما هنلاقيها بدأت تتقل معايا شوية. بس خلوا بالكم ما تتخدعوش، احنا مش عايزينها تتقل التقل اللي هو زي البشاميل، لا احنا عايزين تقل خفيف جدا، اللي هو تكون سايلة كده، بصوا زي ما انتوا شايفين. طيب هتأكد ازاي بقى كده ان هي جهزت معايا؟ بظهر المعلقة كده زي ما انتوا شايفين هبدأ اعمل خط كده. طالما ملمش على بعض واتعمل الخط ده، يبقى كده الكريمة بقى قوامها مظبوط جدا، وفي نفس الوقت تكون سايلة كده مش تقيلة قوي. مجرد خلاص خدت معايا القوام المظبوط، بحط عليها تقريبا نص كوباية من القشطة. بعد ما بكون طفيت النار عليها خالص، بس بيكون الكريمة لسه سخنة، بطفي عليها وببدأ بقى احط فيها القشطة كده زي ما انتوا شايفين، وافضل اقلبها لحد ما تدوب خالص. وبس كده احنا كده النهاردة عملنا كريمة الطبخ. عملنا تقريبا نص كيلو، تقدري تشيليه في التلاجة وتستعمليه اكتر من مرة. حلوة جدا وسهلة جدا، ووفرتي على نفسك، وفي نفس الوقت صدقيني جربيها نفس الطعم، ما يختلفوش عن بعض خالص. انا جربت دي وجربت دي، بصراحة ما حسيتش يعني الاختلاف اللي هو يستاهل ان انا اروح اقعد ادور على الكريمة، خاصة ان هي كمان مش بتكون متوفرة كتير. عملتي كمية كبيرة وبسعر اقل بكتير، ووفرتي وكمان نفس النتيجة. بس كده حبايبي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. ما تنسوش تعملولي لايك وتشتركوا في القناة، وباي باي.